ما استخدموا فيفيدول الانفلونزا اللي مع الاهلي. لاعبين النصر جتهم انفلونزا يقولون قبل مباراه الاهلي وتعالجوا منها بيوم واحد، يعني الفيفيدول كان قوي جدا. فالفيفيدول هذا يمكن ما استخدموه بمباراه مع القادسيه واثر، يمكن ترى اكل الفيفيدول هذا ياثر على اللياقه، فممكن اللياقه اللي تعبوا فيها النصر ما اسعفتهم يعني قدام القادسيه، فلياقيا انهزموا يعني. ولا خطه جيسوس بعد، جيسوس يعني احيانا ينكب الهلال وينكب الفريق، يعني نكب الهلال قبل بخطه الدفاع المتقدم، ولا نكب النصر بخطه الدفاع المتقدم. والانديه كلها كاشفه خطه جيسوس انك تلعب بالدفاع المتقدم تنهزم، يعني اذا فهم الفريق. شفنا انفرادات كثيره للقادسيه، يعني المفروض النتيجه تنتهي باكثر من 3. معي ما تفوز فاهم صراحه، يعني لاحظوا الاعلاميين النصر مع الحكم الاجنبي قليل يفوز، يعني مع الحكم المحلي يفوز، وقالوها يعني بصراحه، يعني الحكم الاجنبي النصر ما يفوز معه، ومع المحلي كله انتصارات. فالحكم الاجنبي نوعا ما ممكن يعطي كروت، ممكن النصر يهاب الحكم الاجنبي فما يقدم مستوى. فالفريق اللي يعتمد على الحكم والتحكيم واخطاء التحكيميه هذا بالاخير ما يجيب الدوري. لازم تجيب الدوري بذراعك، لازم تشد حيلك في الملعب. الحكم بالاخير ما راح ينفعك، لازم تشد حيلك، تعتمد على لاعبينك، تعتمد على قوتك في الميدان وخطه المدرب. الحكم لا يقدم ولا يأخر. ممكن الاخطاء التحكيميه تعطيك مباراه مباراتين 3، لكن ما تعطيك كاس دوري. لا يمكن تعوض خساره في نهايه الدوري، صحيح ما يمكن تعوضها في نهايه الدوري خساره. اذا خسرت خلاص اعلن استسلامك، الدوري بيروح منك نهائيا، يعني على لا سمح الله على الهلال وعلى النصر. خلاص الان اي تفريط في النقاط خصمك ياخذ البطوله عليك، ما في تفريط لا الهلال ولا النصر. فتقريبا الديربي بيكون مباراه نهائيه بين الهلال والنصر. سبب خسارة النصر الإجهاد والإرهاق، ما في لياقة. تعرف الأهلاوية فرحانين بهزيمة النصر، يطقطقون عليه يقولون ليش ما في لياقة لأندي النصر، لأنهم كانوا يلحقون ديميرال مع الميدالية الآسيوية، فأتعبهم ديميرال بالحركة هذه وخسروا لياقيا، وقدام القادسية ما سعفتهم اللياقة وفاز عليهم القادسية 3. يعني الأهلي صراحة بطل غير متوج للدوري، الأهلي انظلم من التحكيم. فمفروض يعني عادي جدا اذا طقطقوا على النصر، لانهم فيهم الغبنه، مقهورين من هزيمه قدام النصر، مقهورين من خساره الدوري، فيعوضون ان شاء الله في السنوات القادمه. الاهلي فريق قوي وقادر على العوده باسرع وقت. سوينا اللي علينا، الباقي عليكم. القادسيه ما قصر، قدم خدمه للهلال وقدم خدمه لعداله المنافسه وقدم خدمه للدوري ونكهه الدوري وشعل المنافسه، وهزم النصر ب3 كانت قابلة للزيادة وبقوة بإصرار. القادسية يعني حتى عنده كم لاعب ناقص، يعني لاعب ناقص، هو لاعب ناقص وفاز على النصر 3. شلون لو كان مكتمل يمكن يعطيه 5. فالقادسية خدم الهلال خدمة عظيمة، وحتى يمكن خدم النادي الياباني. يعني النادي الياباني بيلعب مع النصر نهائي آسيا 2، بيشوف نقاط ضعف النصر وضحت قدام القادسية، يعني وضحت قدام القادسية، فأكيد بيعتمد عليها. واحتمال غامبا أوساكا ذا يفوز على النصر بعد نهائي كاس آسيا 2 ويخسر النصر آسيا 2 ويخسر الدوري وموسم صفري للنصر.